حب الإنسان للتطور والتغير والتميز عادة وفطرة ربنا خلقها فينا. حب لنفسي وشكلي وتفكيري ومميزاتي وغيره دي حاجة كويسة وكل حاجة، لكن لما تخليني أتكبر على الناس أو أقلل من نفسي أو أغير من ديني أو أغير من شخصيتي وأخلاقي يبقى ده اللي مش كويس بقى. أنا محمد حسن، لو أول مرة تشوفني بقدم برنامج شبابي أخلاقي اجتماعي على يوتيوب وفيسبوك الخميس والجمعة من كل أسبوع. دايما كتير من الشباب وخاصة في مرحلة المراهقة بيقعوا في فخ اسمه التميز والتطور والتغير، فخ بيؤدي للضياع. ايوه للضياع لو ما فهمناهوش صح. لما التغيير والتميز يخليني اتكبر على الناس واشوف نفسي اعلى منهم واقول على نفسي ان انا شخص مميز ومش شايف حد قدامي وانا بيه ابن بيه، يبقى ده مش تغير، لا ده اسمه ضياع. ولا شايف حد في مصر كلها قدامي، ده انا بيه ابن بيه. والعكس برضه، لما ذل نفسي واقلل من نفسي للي يسوى واللي ما يسواش عشان مصلحة او فلوس او غيره، يبقى ده برضه اسمه ضياع. ولما اغير من ديني ومن اخلاقي عشان شهرة او فلوس او غيره، يبقى ده برضه اسمه ضياع. عشان تكون انسان متميز لازم تكون عادي. ايوه عادي. عارف يعني ايه عادي؟ عادي لما تغلط 1000 مرة بس اهم حاجة تتعلم من الغلط. عادي لما تبقى سنجل لفترة طويلة. عادي لما ما يبقاش عندك صحاب ولا شلة. عادي لما شكلك او ستايلك او ذوقك او اهتماماتك تكون مختلفة عن الناس. عادي لما تبقى رفيع او تخين. عادي لما يبقى عندك عيوب. عادي لما تقطع علاقتك مع ناس فكرت انك هتعيش معاهم طول العمر. خليك عادي، لان هو ده العادي. كل ده مجرد كماليات، دي حياتك وانت حر فيها طالما عجباك ومش بتأذي حد، وقبل ده كله بترضي ربنا. عيش حياتك كإنسان عادي ومميز بانك عادي. بلاش تتكبر على حد او تقلل من نفسك قدام حد. بلاش تغير من نفسك عشان ترضي الناس. بلاش تقلد حد في اعماله ولا في تصرفاته ولا في كلامه. بلاش تكون نسخة مقلدة من حد، ده بيقلل من كونك شخص ليه شخصية مستقلة. خليك بشخصيتك. استخدم والبس الحاجة اللي تكون انت حاببها، مش عشان شفت فلان جايبها او لابسها اجيب زيه. ممكن تكون مناسبة ليه هو وانت لا. عشان كده جيب انت حاجة من ذوقك، جيب حاجة انت حاببها من اختيارك انت، مش تقليد وخلاص. ما تخضعش لآراء الاخرين لو رأيهم مش مناسب ومش عاجبك. تاخد برأيهم بس ما تسلمش بكل اللي بيقولوه. المناسب والصحيح ليا اعمله، واللي مش مناسب ما اعملوش. واوعى تكون قليل الذوق مع الناس. لازم يكون عندك دم وتحس بمشاعر الناس. ما تقولش اي كلام دبش وخلاص وتجرح اللي قدامك عشان تكون مبسوط. دي قلة ذوق وقلة تربية على فكرة. فحاول تفكر في كلامك الاول قبل ما تقوله، وما تعلقش الكلام ده انه والله غصب عني وانا مندفع والكلام الفاضي ده. لازم تحس بغيرك وتعقل كلامك قبل ما تقوله. خليك انسان هين لين مع الناس. خليك انسان عادي. سلام.